واضح ان في يعني اصرار عنيف جدا على تجاهل كل الكلام اللي بيتقال. قلنا قبل كده اننا لسنا حزب دين، الحلقه دي في القعده دي مش قاعده قبل كده، ومع ذلك في حاجه اصرار من الجانب الاخر على التوجه بشكل معين، وكانه في مصر على يعني خلق الامور لتغيير التوجه العام. احنا حزب ذو مرجعيه اسلاميه، حزب لا ندخل الدين في العمل السياسي بشكله الكلاسيكي الكهنوتي، ما بنعملش الكلام ده وما اتعملش قبل كده. والزميل قال وضح توضيح جميل جدا، ولم يكن في تاريخ الدوله الاسلاميه حاجه بالشكل ده. والمفاجئ بعد كل ده ان في حد بيحاول يفرض علينا صفه الدوله الدينيه، حاجه غريبه جدا. يعني حزب الوسط ايه هي كنيسه اسلاميه؟ نعم. يعني حزب الوسط مع الدوله المدنيه. حزب الوسط متبني دوله مدنيه ذات مرجعيه اسلاميه، وكان ده في البرنامج. يعني انا لا توجد دولة دينية في تاريخ الاسلام، فكيف نتبنى دولة دينية؟ انا ما اعرفش المثال اللي قاله، بس انا اللي اعرفه ان في تاريخ الدولة الاسلامية لم تكن دولة دينية على الاطلاق، كانت دايما دولة مدنية. ايه بقى حد الخط المتعمد دلوقتي ده؟ انا مش قادر افهمه. وكأن في محاولة مش لاقصاء الاسلام السياسي، ده لاقصاء الاسلام. هو مش هتشاف الا كده. يعني انت عمال تقول لي انت بتتكلم في دولة اسلام، في دولة، انا بتكلم في دولة مدنية، وانت عمال تقول لي لا الاسلام لا يستطيع التعاون مع الدولة المدنية. يبقى انت عايز تقسيم كل معتقدات وفكر، ودي حاجة غريبة جدا وغير مبررة. انا اسف حضرتك، الاسلام اكبر بكتير قوي ان احنا نحاول نقسم. يا استاذ ما هو كده. انا عمال اقول لك انت بتتكلم في دولة مدنية، وانت مصر تقول لي لا، انت مصر تقول لي طيب لو سمحت وضحت الرؤية. معلش حضرتك وضحت حضرتك والله هديك دروس. طيب دولة مدنية احنا مش حزب ديني، محدش شايف حزب ديني او مرجعيه دينيه، مرجعيه اسلاميه. طيب انا انت حاططني ليه في الدايره معاه؟ انا هسأل سؤال الناس اللي حاضره. معلش ممكن انا اسالكم؟ يعني اسمح لي، ممكن اسالكم سؤال؟ محمد لما بتقول لو سمحت لو سألتك سؤال وقلت لك احنا هنعمل حاجة اسمها جماعة الرياضيين المصريين، يبقى كل من يمارس رياضة هو في الجماعة. الشخص اللي بره جماعة المصريين الرياضيين ده يبقى ايه؟ مش رياضي ولا ايه؟ هذا الكلام يوجه لجماعة المصريين وليس لي. يبقى اذا المصريين الرياضيين. طيب لو قلنا مجموعة المصريين المجاهدين يبقى هيحصل ايه؟ كل من هو مجاهد عضو في الجماعة، وكل من هو خارج يبقى لما نقول مجموعة الإخوان المسلمين يبقى كل من هو مسلم في الجماعة، وكل من هو خارج مسلم مش في الجماعة. تفصيل في الإسلام انك تفصل من المسلمين جماعة بعينها إذا أخرجت باقي المسلمين خارج الجماعة. يا جماعة من فضلكم أي حاجة ليها علاقة مش داخل جماعة الرياضيين، أي حاجة ليها علاقة بالإخوان توجه للإخوان ولا توجه للوطن. من بره هذا الحزب. طيب بعد اذنكم اي سؤال ليه علاقه بالاخوان المسلمين فيتوجه لحد من الاخوان. طيب انا عندي سؤال بقى بعد اذنكم. احنا عندنا سؤال محمد المصري عنده سؤالين. اتفضل.